نزار الفارس يعلن خطوبته على حورية فرغلي والأخيرة ترد. أعلنت ريهام سعيد قبل دقائق خبر خطوبة الفنانة حورية فرغلي على الإعلامي نزار الفارس، ونشرت أول مقطع فيديو للفنانة المصرية وللإعلامي العراقي. وظهر نزار الفارس وهو يملأ شروطه على الفنانة فرغلي بشكل طريف لترد عليه الأخيرة وتصفه بسي السيد، في إشارة منه إلى قائمة الممنوعات التي فرضها عليها. ولكن بعد تداول خبر الخطوبة فاجأت حورية فرغلي الجمهور بحسب تصريحاتها لأحد الصحف المصرية بأن كل ما كان يتداول كان جزء من كواليس إحدى الحلقات، وأنها ستقاضي نزار الفارس. وظهر نزار الفارس في مقطع فيديو نشرته ريهام سعيد وهو يقول لحورية فرغلي في مقطع الفيديو: إيش لونك يا خطيبتي الحلوة، أنا أغير لا ترد عليه غير، لبس قصير ممنوع وأصحاب كتير ما أقبل، وتسمعي كلامي وكوني مطيعة وتشاركيني ماكو أصحاب كتير، انتي وردة. وهو ما ردت عليه حورية فرغلي، بس ردت قائلة: ما عندي أصحاب كتير سي السيد وكله ماكو. ونفت حورية فرغلي خطوبتها على نزار الفارس، والذي اكتفى بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه دون أي تعليق، وهو ما اعتبره البعض تأكيدا لخبر الخطوبة. وفي إعلانها للخبر قالت ريهام سعيد: قبل 4 سنوات تقريبا كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم، مش هجوم، هو حوار. اللي لفت نظري إنه نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة. لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات، وأنا كنت متضايقة من الهجوم عليها. وأضافت الإعلامية المصرية معلنة تفاصيل خطوبة نزار الفارس وحورية فرغلي والتي أثارت الجدل بنفي الفنانة المصرية. قالنا: خبر لطيف جدا وبشكره انه خصنا بيه، وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي، وده خبر لطيف جدا جدا بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير. مبسوطة ليها، هي إنسانة جميلة ولطيفة، فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.